للتجسس 100%. وانا النهارده حذرت على فكره وكتبت، قلت يا جماعه خلي بالكم بلاش الابلكيشن ده، لان دي وسيله للتجسس رسميه. غير كده بقى حضرتك انه ممكن تستخدم في الابتزاز. يعني افرض بقى نبعد عن موضوع الاستخبارات، ممكن ابتزاز، لان انا بصور على شخص على حاجات، ممكن اسوي بعد كده ان هنشر الكلام ده وابدا اخد مقابل الكلام ده حاجات ماليه، او ابتزه او احطه في مواقف محرجه جدا. لان حضرتك هو ممكن يصور، لان دي كاميرا، فانت بتصور، ممكن بتصورني وانا قاعد وانا لابس ايه وانا بتحرك وانا في المكان ده. فهي وسيله خطيره جدا. يعني هو وسيله لاختراق التليفون نفسه كمان. لو التليفون مخترق خلاص. بس هو متهيألي مخترق حتى قبل البوكيمون. طبعا، انما بالطريقه دي حضرتك من الكاميرا انا بصورك سيادتك، انا اسف مش اقصدش حضرتك يعني. لا اتفضل. بستخدمه، فبتصوره في اوضه النوم وفي الشغل وفي البيت ونزل الشارع والاماكن اللي بيتردد عليها. يعني انت عارف هي بقت اسهل وسيله. هو مش معتاد كده جواسيس على فكره. يعني لو هو عايز يراقب هو كده مش محتاج جواسيس. هو احنا جواسيس على نفسنا من زمان الحقيقه. انما هنا بقى حضرتك ده وسيله متقدمه جدا في التجسس. وانا ارجو من الشباب المصري ان هو ما يعملش هذا الابلكيشن ولا يعمله داونلودنج اطلاقا، ولا الاطفال ولا الكبار. لان هو كده احنا كده سوري يعني في كلمه هقولها، احنا كده متعريين قدام العالم. تمام. ودي وسيله خطيره، وانا بنصح الناس ارجوكم